ايديكي ورجليكي ناشفين وحاسه ان هما مش مترطبين، عايزه حاجه ترطب وكمان تدي لمعه وتخلي جلدك شكله حلو ودايما شكله صحي كده. تعالي بقى اقولك النهارده ان شاء الله على الوصفه اللي هتجيب معاكي من الاخر. مهما كنت جربتي حاجات كتيره حتى لو غاليه، عايزه اقولك ان شاء الله هتجربي الوصفه دي هتدمنيها، مش هتبطلي ان انت تعمليها يوميا. تعالي بقى اقولك ان شاء الله حاجات سهله وبسيطه وعلى قد الايد زي ما احنا متعودين. بس اهم حاجه لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك وتشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد، ولايك واديني كومنت حلو زي كده. واهم حاجه طول ما انت بتتفرجي معايا على الفيديو تصلي على النبي كتير جدا، وان شاء الله هتاخدي احلى نتيجه. اول حاجه كده يا حلوين، عايزين طبعا كلنا بنغسل مواعين، وكمان بعد ما بنخلص المواعين كده بنحس ان احنا ايدينا ناشفه شكلها مش عاجبنا. كمان الجلد كده بيبقى شكله ناشف ومش صحي مهما رطبناه. تعالى اقولك ان شاء الله احلى وصفه ممكن تعمليها. اول حاجه كده معايا الفازلين. طبعا الفازلين يا حلوين تحفه لترطيب الجلد، اقوى مرطب ممكن تستخدميه هو الفازلين على ايديكي على رجلك على جسمك كله. عايزه اقولك ممتاز، وطبعا حلو قوي وبيرطب وبيلمع، بيدي لمعه حلوه، بيدي لمعه شكلها حلو، بيخلي الجلد شكله صحي وبيبقى حلو جدا كمان. طيب معايا كده معلقه، حوالي معلقه من الفازلين اهو، شايفين كده، هنجيبه من الصيدليه. معايا معلقه واحده بس. طيب لو انت برضو حاسه ان انت ايديكي كده برضو بيبقى العقل دي بتبقى طبعا غامقه عند بعض السيدات، كل ده بيبقى من غسيل المواعين. طبعا ايدينا طول النهار في غسيل المواعين، لو بنعمل حاجه الايدين بيبقى فيها بقع، لو انت برضو اتعودتي كل ده سابقه صور. عايزه اقولك ان شاء الله النهارده الزيت معايا زيت الليمون. زيت الليمون ده بقى ممتاز لتفتيح الايدين، الرجلين، الاكواع، الركب. عايزه اقولك من احلى واجمل الزيوت اللي ممكن تستخدميها، غير ان هو بيدي لمعه رهيبه بتفضل في الجلد حتى بعد ما بتخلصي الوصفه وبتغسليها من على ايدك، فهتشوفي بكده النتيجه تحفه بجد، تفتيح وكمان لمعه ونعومه. بقى خدي بقى النعومه، لو كمان انت بتعاني دايما ترطبي ايدك وبرده تحس ان هي ناشفه وتحس ان هي فيها خشونه كده او القدمين، عايزه اقولك من احلى الحاجات والمكونات اللي ممكن تحطيها على رجليكي او ايديكي وبتنعم جدا. واللمعه مش عايزه اقولك ان شاء الله تشوفيها بعينك هتحبي الوصفه دي جدا. طيب قلبتها كده كويس جدا، يبقى حطينا زيت الليمون ومعايا كمان معلقه من الفازلين. احلى وصفه ممكن تعمليها، محتاجه ترطيب اقوى واكتر، مفيش احلى ولا اجمل من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند معروف طبعا ان هو من اقوى المرطبات، كمان بيدي لمعه وكمان بيدي ريحه حلوه جدا وبيدي لمعه وبيدي نعومه رهيبه. فعايزه اقول لك ان شاء الله الوصفه كلها مكونات تحفه واحلى من بعض، وان شاء الله هتجربيها وهتشوفي النتيجه بعينك. هنحط كده، بصوا هو بيبقى متجمد كده عشان الجو طبعا بيبقى بيكون الايام دي خلاص بقى يبرد شويه كده، فهيبقى متجمد بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده. طيب وهنقلب بقى كويس جدا. هكون في الوقت ده غاسله خلاص، هكون مخلصه كل المواعين اللي ورايا، غاسله ايدي كويس جدا، وكمان لو عايزه احطها برده على القدمين هكون غاسله القدمين كويس جدا، وابدا ان انا كده واكون منديه الاماكن، هتكون منديه كده، وهبدا ان انا هفرده كده على ايديا. شايفين؟ بصوا بقى، وعلى العقل دي كده عايزه افردها كده على العقل دي عشان ايه؟ كل ده ايديا تبدا ان هي الجلد يبدا ان هو يتشرب كده الوصفه، وهتشوفي بعينيكي بجد ممتازه جدا. واحلى حاجه ان هي بصوا شايفين كده ناعمه جدا على الايد، فالملمس بتاعها ممتاز مش هتضايقكم خالص. بس كده وتفرديها على ايدك بقى. وعايزه اقول لكم ان انت ممكن تنامي بيها، وبرده رجليكي تلبسي الشراب السيليكون بتاعك وتنامي بيها، هتصحي تلاقي رجليكي عامله زي البيبيهات بجد، نعومه ولمعه وترطيب رهيب. وايديكي نفس الحاجه، هتدمني الوصفه دي بعد استخدامها من اول مره هتشوفي النتيجه. جربي وقولي لي في الكومنتات عملتي ايه، ان شاء الله هتدعي لي من شده حلاوتها. وبس كده يا حلوين، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسيش لو عجبكم الفيديو دوسوا لي لايك، وكمان اشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. عايزه اقول لكم شايفين اللمعه تحفه، وبصوا لسه كده حطاها، يعني بقى ما بالك بقى لما تسيبيها كمان لتاني يوم. عايزه اقول لك ان شاء الله هتدعي لي. بس كده يا حلوين، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفات تانيه كتير، ومع السلامه.